مع السيد اللواء نبيل حليم يني رئيس حي شبرا. فوجئنا ان سيادته بيقول عندهم معرض معمول في شبرا ده باشتراك من الحي وتضامن وزاره التضامن الاجتماعي ومحافظه القاهره، اسمه معرض اشتري وما تدفعش. فانا بسال سيادته يعني ايه يا فندم اشتري وما تدفعش؟ يعني انا اشتري وما ادفعش، طب ازاي؟ فسيادته هيكلمنا بطريقه اوضح ان ده مشروع جديد وحاجه جميله وانا شايفها فيها جانب انساني. اسمحوا لي نرحب بالسيد اللواء نبيل حليم يني رئيس حي شبرا. اهلا بيك يا فندم. بيك وشرفت حي شبرا. اهلا بيك سياده اللواء. يعني ايه يا فندم اشتري ما تدفعش؟ انا عايز المشاهد اللي بيشوفنا هيقول احنا بنقول اي كلام، لكن انا عايز اقول له لا، سياده اللواء هيوضح لك يعني ايه اشتري وما تدفعش. هو احنا شرفنا بحضراتكم قبل كده محمد بيه في المعرض اللي اتعمل في احد الجمعيات الاهليه عندنا، وشرفنا بيكم في دار الحياه، وهي كانت برضو من ضمن الحاجات الجديده اللي اتعملت اللي هي الاستقبال الناس اللي بتتعالج من مرض السرطان بالمجان. وده احد انشطه اداره التضامن الاجتماعي عندنا، وهي اداره نشطه جدا، ومن خلال مديريه التضامن الاجتماعي برضو اللي بتدعمنا دعم جامد من خلال الانشطه اللي بتعملها اداره التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعيه في شبرا، ونقول بتحفزنا كحي لاي عمل الغرض منه هو مساعدة الناس والمساهمة الفعالة في حل المشاكل في حدود الإمكانيات المتاحة، ومن خلال أهم حاجة هنا مشاركة المجتمع المدني. فهنا الموضوع اللي سيادتك أشرت إليه وهو اشتري وما تدفعش ده فعلا بيتعمل من خلال التعاون الوثيق بين الحي وبين المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات الأهلية وبين إدارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي بحي شبرا، وبين المساهمات أهل الخير بالكامل. بيتعمل هذا المعرض، وده معرض دوري بيتعمل على فترات دورية ثابتة، وبيتعمل في جمعيات أهلية بتتوسط مناطق عشوائية بحيث نضمن ان اهالينا واخواتنا والمواطنين في هذه المناطق بيجي وبيلاقي كل ما يلزم من معروضات، سواء كان ملابس او بطاطين او ملايات او زي مدرسي او ملابس اطفال. اسمح لي يا فندم، انا كمواطن دلوقتي بشاهد البرنامج واحنا بنقول اشتري ما تدفعش. انا كمواطن يعني اعرف ايه او افهم ايه من الشيء ما تدفعش؟ انا كمواطن استفيد من المشروع ده ازاي يا فندم؟ اللي بيجي بيلاقي بيشوف ايه طلباته، انت ما بتفرضش عليه حاجه. طب اسمح لي نوضح للمشاهد شويه. انت سيادتك بنقول يعني اي اسره عندها اي شيء هو مش محتاجاه بيجيبوا لمكان معين اللي هو تابع للحي او للجمعيات الخيريه اللي هي قايمه بالمشروع، بنعيد نظافته وتاهيله مره ثانيه، وبنقول لو في حاجه عرضه بالشكل اللائق المحترم، بالشكل اللائق المحترم لإعادة توزيعه مرة أخرى، بحيث أن هناك الكثير اللي ممكن يستفيد من هذه المعروضات من خلال زي ما حضرتك قلت مش أسر بس، أسر وجمعيات وقادرين ورجال أعمال ومؤسسات، كله بيساهم في هذا المعرض، بحيث ان الناس بتيجي ما بتفرضش عليه حاجه، بياخد احتياجاته بالكامل بدون تدخل الجهات كلها اللي بتبقى موجوده لغرض التنظيم والغرض مساعدته في عرض المعروضات، بحيث يسهل عليه اختيار المعروضه اللي هو محتاجها فعليا، سواء كانت ليه او لاولاده او لبيته او لاسرته، بدون تدخل من حد وبدون يعني متروك ليه حريه الاختيار تماما وبلا مقابل تماما. والموضوع ده كان ليه صدى طيب عندنا في شبرا، وبنجاحه بيتكرر مره واثنين وثلاثه ان شاء الله، ويعني ان شاء الله المره الجايه باذن الله هيبقى في حاجات احسن من كده وافخم من كده، بحيث في النهايه تصب في خدمه المواطن ان شاء الله يعني. طب اسمعني سياده اللواء، هل المشروع ده اللي موجود في حي شبرا وقلنا سيادتك الحي بيشرف عليه الجمعيات الخيريه، قلنا التضامن الاجتماعي، هل ده سيادتك قاصر او ده بس مقتصر على
ابناء شبرا، ولا انا ممكن اكون ساكن في منطقه تانية خالص وانا فعلا محتاج ملابس، محتاج بطانيه، محتاج ملايه، محتاج حاجه من الموجوده؟ هل انا من حقي كاي مواطن في المحافظه اخش المشروع هنا في اللي بظروف اللي موقعه في شبرا، ولا ده ليه سكان شبرا فقط؟ اي مواطن، احنا ما بنطلبش البطاقه الشخصيه من حد. اي مواطن بيخش هذا المكان اللي معمول فيه المعرض من حقه ياخد اللي هو عايزه. اي مواطن مصري. اسمح لي سياده اللواء، انا شايف ده مشروع جديد من نوعه. حي شبرا تقريبا اعلى نسبه تواصل جماهيري، وده كان طالع من المحافظه ان هنا افضل نسبه لقاء جماهيري بيتم عن سيادتك. نشوف نسبتها كام ونعرف، وكلمنا عن اللقاء الجماهيري يا فندم. اللقاء الجماهيري كل يوم 3 ده اليوم المخصص لمقابله الجماهير لعرض مشاكلهم وكيفيه التوصل للحلول. هو مش يوم الثلاث بس، انما ده اليوم المخصص يوم الثلاث بالنسبه لمحافظه القاهره، انما احنا على تواصل مع الناس على مدار الاسبوع بالكامل. انما في يوم الثلاث احنا بنبقى متواجدين ابتداء من الساعه 11 في مكاتبنا، وكل الادارات المختصه من اسكان لشؤون قانونيه لبيئه لاشغالات لتضامن اجتماعي شؤون اجتماعيه، كله بيبقى متواجد بحيث اي مشكله بيتم عرضها بتخص هذه التخصصات بنلاقي لها الحل بتاعها من خلال هذا اللقاء. اللقاء بيستمر لغاية آخر مواطن موجود بيكون عرض مشكلته وعرف حلها ومشي. المشاكل بتبقى متعددة، يعني المشاكل اللي بتتعرض علينا بتبقى متعددة، يعني في مشاكل خاصة بالصرف، في مشاكل خاصة بالمية، في مشاكل خاصة بالإشغالات، في مشاكل خاصة بالبيئة، وكلها بيتم معاها التعامل بالاسلوب القانوني وبالقانون وبروح القانون. والحمد لله نحمد الله احنا حي الشبرا فعلا زي ما جنبك تفضلت من الاحياء اللي نسب تنفيذنا بالنسبه للمشاكل اللي بتطرح علينا من خلال نوافذ كتيره، وده تيسيرا على المواطن، كل مواطن طبقا لامكانيه توصيله الشكوى بالطريقه اللي هو بيجدها او باسهل طريقه بالنسبه له، وبنتعامل مع كل هذه الشكاوي بما يضمن ان الحل وبيوصلوا. يعني الشكاوي احنا بنرد على الشكاوي دي يا اما في جوابات يا اما عن طريق الصفحه بتاعتنا في الفيسبوك في النت، واحنا نسبه تنفيذنا الحمد لله في كل هذه النوافذ المختلفه بتصل الى 100% الحمد لله، بفضل جهود كل الناس العاملين في الحي من خلال كل الادارات. ويعني ده على سبيل المثال. فاهم التقييم ده منين انت حضرتك؟ يعني اسمح لي، انت بتقول 100%، التقييم ده جاي من سيادتك؟ مين بيقيم انت 100%؟ التقييم ده جاي من مجلس الوزراء، يعني دي مجلس الوزراء، يعني ده التقييم، عدد الشكاوي، نوع كل شكوى، لان الشكاوي بتتقسم لانواعها، العدد، النوع، نسبه التنفيذ. فنحمد الله ان لغايه دلوقتي الحمد لله بنتعامل مع الشكاوي معامله جاده نحقق بيها الصالح العام وصالح المواطن، بحيث يخرج من الحي حاسس انه ما ضيعش وقته، وان شكوته اتحلت، وان في تواصل زي ما جنبك تفضلت بينه وبين الجهه الاداريه المختصه، وربنا الموفق يعني ان شاء الله.